من الحاجات المهمة جدا في 2023 نستعد بيها بشكل كويس للسنة وللسنين اللي جايه بعدها، ان يكون في عندنا بعض المهارات المهمة والأساسية، السوفت سكيلز. في 3 مهارات أساسية ساعدوني أنا بشكل شخصي في شغلي وفي حاجات كتير اشتغلتها أو عملتها. أول حاجة المرونة، يكون عندنا من المرونة اللي يساعدنا إن احنا نتكيف مع التغيرات والظروف اللي ممكن نتعرض ليها أو نمر بيها، وخصوصا في الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في العالم الاقتصادي، الاقتصاد اللي بيمر بأزمة كبيرة. فمهم ان احنا يكون في عندنا من المرونه دي، ان احنا نقدر نتحرك وان احنا نقدر نعمل حاجات مختلفه لو تعرضنا لاي حاجه صعبه. تاني حاجه تنوع المهارات، ودي من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا اللي هتفرق مع كل حد في حاجتين مهمين. اول حاجه لما تكون عارف اكتر من سكيل او اكتر من حاجه بتعرف تشتغلها بشكل كويس، ده بيساعدك يكون عندك حريه ان انت تتنقل ما بين وظائف او الشغل. لو لا قدر الله فقدت وظيفه في سكيل معينه، ممكن تلاقي وظيفه في السكيل الثاني، فبتبقى باك اب بلان ليك لو قدرت ان انت تتحرك ما بين الوظيفتين دول. تاني حاجه بتفرق بشكل كبير جدا في طريقه تفكيرك وفي حلك المشكلات اللي بتقابلها ومستوى التفكير والابداع بتاعك. دايما هتلاقي الناس اللي بتعمل اكتر من حاجه، او بتبقى مثلا بتشتغل حاجه وعندها رياضه معينه بتلعبها، او عندها هوبي معينه او حاجه معينه بيحبوا يعملوها، بيلعبوا مزيكا مثلا ولا بيعملوا حاجات هاند كرافت وحاجات زي كده، بتلاقي دايما طريقه تفكيرهم مختلفه بشكل كبير عن الناس اللي بتعمل حاجه واحده بس طول الوقت. واخر حاجه اسمها الكالتشرال انتليجنس او الذكاء الثقافي، وده من الحاجات اللي كتبت عنها ارتكل وهنزلها لكم مع الفيديو تبقوا تشوفوها. الكالتشرال انتليجنس مهم جدا لان هو بيساعدك ازاي تتقبل الاخر وتتعامل مع ثقافات مختلفه عنك. الثقافات المختلفه مش لازم تكون من نفس البلد اللي انت عايش فيها، او مش لازم تكون من نفس المدينه اللي انت عايش فيها. ممكن وانت عايش في دوله في ثقافات مختلفه جوه نفس الدوله، او حتى لو اضطريت ان انت تسافر لشغل او ان انت بتتفسح او بتعمل اي حاجه بره البلد اللي انت عايش فيها، يبقى عندك القدره ان انت تندمج في المجتمعات المختلفه عنك بثقافاتها المختلفه، وتقدر ان انت يكون ليك دور معاهم، ما يبقاش بعيد عنهم او بعيد عن طريقه تفكيرهم، ما تعرفش تاخد مكان وسط الثقافه المختلفه دي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا جميعا. الارتكل بتاعت الكالتشر انتليجنس اقروها هتستفيدوا منها كتير. هتلاقي في اخر الارتكل لينك تقدر تعمل منه زي تيست تعرف السكور بتاع الكالتشر انتليجنس بتاعك قد ايه، وتقارنه بثقافات ببلاد مختلفه، فتبقى عارف انت ايه الثقافات اللي قريبه من طريقه تفكيرك، او ايه الحاجات اللي انت المفروض تكون محتاج تعملها وتستعد بيها لو هتسافر لاي بلد بعيد عن الثقافه بتاعتك.